أنابل الفرح للسنة الجديدة 2023. هذا كيك سريع وسهل، ما بده ماكينة، رح نعمله على الإيد وبالمعلقة، وجود بالموجود. بداخله في سحر رائع، رح يدوب بتمك ذوبان. اعمليه لعيلتك، رح تبهريهم كشكل وطعم جديد وشكل بياخد العقل وجديد لعام 2023. ادخلي المطبخ وقولي بسم الله. على نار متوسطة راح أحمص كوب ونص فستق سوداني. على فكرة عادة هي بتنعمل بجوز، ولكن جود بالموجود عملناها بفستق سوداني. حصلت على المطلوب، راح اتركه على جنب يبرد. ثلاث بيضات بحرارة المطبخ، رشة ملح لنفكك ذرات البيض ونخفق. السكر 120 جرام ما يعادل 3/4 كوب. راح نحط السكر شوي شوي ونخلط. المنكهات: معلقة صغيرة فانيليا، معلقة صغيرة برش ليمون، عصير ليمون، أو البديل معلقة خل، معلقتين صغار، وإذا المعلقة كبيرة معلقة وحدة. مية 120 جرام لبن، اللبن الزبادي. ما موجود عندك اللبن حليب، 120 جرام ما يعادل 3/4 كوب. أنا عندي معلقتين لبن، ضفت لهم مي وراح أحطهم بهالشكل. نحن الكوب نفسه عم نستعمله، كله نفس المقادير، السكر واللبن أو الحليب أو الزيت. هذا الزيت 120 جرام ما يعادل 3/4 كوب. الطحين بنفس الكوب، كوب ونص 200 جرام. والبيكنج باودر نحن قلنا خدوها قاعدة، كل كوب طحين بياخد معلقة صغيرة بيكنج باودر. هون كوب ونص، معناتها منحط معلقة ونص بيكنج باودر. رح أنبه على شغلة كتير مهمة. البعض رح يسألني خالة دلال أنا بدي أحط كاكاو، إيش بعمل؟ ترفعي من مقدار الطحين، مثلا معلقتين طحين منحط بداله معلقتين كاكاو. رح أضيف هلأ 80 جرام فستق سوداني ما يعادل 3/4 كوب. طيب الفستق السوداني هاد يعتبر من النواشف. نحن الطحين كوب ونص حطينا له معلقة ونص صغار بيكنج باودر. طيب هذا الفستق السوداني يعتبر من النواشف، معناتها بحط له نص معلقة وبضيفه. نحمي الفرن مسبقا على حرارة 160، الرف الوسط. دهنا الصينية زبدة، وأنا عادة برشلها إما مطحون الكعك أو رشة سميد. حطيت الكيك بالفرن وراح انتقل لمرحلة تحضير الكريمة. بيضتين، رشة ملح لنعدل الطعم، تلت كوب سكر، وممكن 3/4 كوب سكر، نشا 70 جرام ما يعادل معلقة، معلقتين، 3.
هاي 4 وهاي قدامك يعني ونص. فانيليا نص معلقة كبيرة ما يعادل معلقة صغيرة. برش ليمون. بكل بساطة بخلط المكونات كلها مع بعضها مع إضافة الحليب 500 ميلي ما يعادل. هاي أول كوب وهي ثاني كوب وهي ثالث كوب. الباقي راح نسقي فيه الكيك على نار متوسطة ومع تحريك مستمر ليغلي الخليط. رجاء ما تتركيه لا ثانية ولا لحظة، ما بدنا يعلى الخليط وناخد طعم سيء. البعض رح يقول لي يا خالي شلون حطيتي البيض مباشر؟ بحطه ما دام التحريك مستمر والسكر بفكك ذرات البيض. ما في مشكلة نعقد الأمور، أول شي نغلي الخليط وبعدين نضيف الحليب فوق البيض. لا، حطيهم كلهم مع بعضهم مع تحريك مستمر، لا تتركي لا ثانية ولا لحظة، تاخدي نفس النتيجة بدون تعقيد. اللي بتحسس من البيض يستثنيه، ولكن بيعوض عنه سائل. شقد حجم البيض بتحطي سائل حليب. بدك تقولي لي ايش فائدة البيض بهالخليط؟ بيعطي تماسك، هو مادة فيه بروتين بيعطي تماسك وثقل للخليط زائد قيمة غذائية. بدي يتقلي الخليط، بخفف النار على الأخير. بدي أحط الزبدة وبحرك. رفعت مشبك السلك. بصراحة أنا غلطت، الوعاء الصغير ما أخذت راحتي بالتحريك. خلص أخذنا سماكة رائعة، رح نرفعها عن النار. ممكن تختاروا الحجم اللي بدكم اياه. بعد ما الكيك يبرد بطحنه البواقي كلياتها. هذا الفستق السوداني راح احط منه معلقتين او حتى 3. لتسقية قطع الكيك بحط معلقة كبيرة سكر مع ربع كوب حليب، وممكن تكتري سكر أكتر بس هيك كافي. وممكن تحطوا نسكافيه، ممكن قهوة سورية، أي منكه بدكم إياه. هذا بنسميه سيروب لتشريب قطع الكيك أو الكيك بشكل عام. بدك تسأليني ليش غطيت قطع الكيك؟ مشان ما تنشف، وبدي خلطة البودينج اللي طبختها مشان أحضر كريمة منزلية رائعة مع الزبدة. حيطتها بالبراد بدي إياها تبرد تماما وتجمد، تصير مثل البالوزة السميكة. بردت الخلطة اللي طبخناها. زبدة 150 جرام بتساوي إصبع ونص. بدها تكون لينة مشان ما ينكسر معك الشبك السلكي. شط الحواف وبدي ارجع اخلطها. راح احط من الخليط اللي طبخناه هذا هو معلقه ورا معلقه، وانا عم بخلط الزبده. وقفي افرجيك اياها مثل البالوزه سميكه هيك، وبنخلط. كريمة بتاخد العقل، بتصير لحشوة أي كيك.
بدي أعطيكي اختيار مو ضروري أبداً. جبن كيري 4 مكعبات، بتخفف الحلاوة وبتغنيها بالطعم، بتصير طعمها كتير طيب. وحتى لو استغنيتي عن الجبن الكيري تطلع طيبة. رح أخلط 4 مكعبات جبن. حطيت 1 وهدول 3 رح أحطهم. حابة أحكي شغلة، ممكن أي منكه تضيفوه. إذا ضفتوا منكه روح اللوز تاخدوا كريمة باللوز، التوفي كريمة بالتوفي، برتقال كريمة بالبرتقال، كريمة بتاخد العقل، صارت جاهزة. شايفين شلون وقفت؟ بتجنن وحلوة قليل. الكريمة جاهزة لنحطها بكيس الحلواني، وأي راس متوفر عندك وحتى بدون راس بيصير. رفعنا الغطا عن الكيك ورح نشربه السيروب اللي حضرناه، وهو عبارة عن حليب وسكر. لا تخافي، المقادير رح أحطها بصندوق الوصف مفصلة. سقيتن على الطرفين بالفرشاي وممكن بالمعلقة جود بالموجود. هلأ بكل بساطة بوزع هالكريمة شقد ما وصفت لكم طعامتها ولذتها، بكون مقصرة بحقها. لحلا الكاسات بتجنن. هلأ أنا زاد عندي فتافيت كيك، رفعتهم بكيس وحطيتهم بالفريزر، وقت يجيني ضيوف أو مناسبة أو لعيلتي بعملهم بكل بساطة من هالكريمة ومن فتات الكيك، وبحط فاكهة مع جيله، بطلع عندي أحلى وصفة ورح أنزلكم إياها. وزعت الكريمة على دوائر الكيك، وبكل بساطة القاعدة مو شربتها سيروب، حطيت لها من مطحون المكسرات وممكن من مطحون الكيك، حتى مطحون بسكويت بيصير. وعم برش وبطبطب بكفي، صارت كلها مغلفة. وقت بتضيفيها بيقولوا لحالهم إيش عم بتضيف هاي؟ والله العظيم أخذتها على حفلة كنت معزومة وعملت هالطبق، طارت انتسفت. ممكن جوز الهند غيرت طعمه وغيرت شكل. حتى بالكريمة نفسها ممكن تحطي معلقتين جوز الهند، بيصير طعمه مختلف. سموها أنابل السحر. طبعا الأنابل الفرح اللي بعيدة عن هداك المعنى، الله يبعدها عن الجميع ويجعل هالأيام اللي جاية كلها فرح وسرور. ورح أعطيكم اختيارات، ممكن تستبعدوا مطحون الفستق السوداني، ممكن تستبدلوه بلوز محمص، ممكن تكتفوا بفتات الكيك. مثال، ما كفاكي مطحون الكيك، اطحني بسكويت. طيب ما كفاكي، جيبي قطعة فراولة أو أي فاكهة متوفرة عندك، زيني فيها الكريمة وقدميها. عم بعطيكي الوصفة الأساسية، بدعي من هالوصفة ممكن أنا أعمل 5 وصفات وكل وصفة طعمها شكل. وصلت الفكرة حبايب؟ قناتي قناة تعليمية بهمة نجاحك وبهمة تعطيكي أفكار لتبدعي. مثلا صوص الكراميل التوفي اللي تعلمناه منزلته بقناتي، موجود عندي بالبراد، بقيمه بالفريزر، بيتم عندي 6 شهور ما بيصير له شيء. طالعت منه وعملت خطوط عشوائية عطتني طعم مختلف. بالحفلة يدوقوا كل حبة يقولوا هاي طعمها غير، لأنه شفتي أنا حطيت جوز مع الفستق، مجرد ما حطيتي جوز غيرتي بالطعم، حطيتي كراميل غيرتي بالطعم، حطيتي فواكه غيرتي بالطعم، حطيتي روح اللوز غيرتي بالطعم، حطيتي جوز الهند غيرتي بالطعم. هاي الوصفة
بقى خرافية، العالم كلها جنت عليها. منزلتها بقناتي بس للأسف ما أخذت حقها. والله العظيم وصفة ترفع لها القبعة. بتمنى المشاركة على أكبر نطاق، ويا ريت اللايك ما تنسوا لحتى يرتفع هالفيديو، لأنه فعلا حقها مهضوم. تحياتي، خالد دلال بتحبكن كتير وبتحب تقدم لكم كل شيء مفيد بضمير. تحياتي. طري جدا.